المغرب يعد بمثابة شريك استراتيجي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وبالتالي لإسبانيا، وأرى أنه من القبح أن تتحدث عن جارك بسوء، لأن ذلك فقط سيجعل حياتك أكثر تعقيدا. إظهار الاحترام لجارك سواء في التجمعات العامة وحتى في الأماكن الخاصة قاعدة حاسمة ومحددة لضمان راحتك، وانتهاكها يعني تدهور أمنك بشكل كبير. البرلمان الأوروبي يلقي خطبا نارية وهجومية ضد المغرب وكل ما يتعلق به، سواء بمؤسسته الحكومية وقانونه الجنائي ونظامه الملكي. إنه من الحماقة والتهور أن يدلي مسؤولين حكوميين بتصريحات من هذا القبيل. ضعوا أنفسكم مكان المغرب. هل ستقبلون سماع تدخلات لاذعة تمس الدستور الإسباني ومؤسسة الدولة والنظام الملكي؟ صدقوني، هذا الخطاب القاسي عن المغرب ستكون له عواقب وخيمة على مصالحنا، لا سيما أن المغرب دولة لا يمكن الاستغناء عنها، والاحترام المتبادل هو الطريقة الوحيدة لبناء وتعزيز هذا الواقع القائم. وفي غضون أسبوع ستعقد قمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب بعد غياب دام 10 سنوات، والتي سيحضرها الرئيس الإسباني والعاهل المغربي. وإسبانيا ليس من صالحها توجيه أسلوب فظ ووقح للمغرب الذي يلعب دورا حاسما في أمنها ورفاهيتها.